حقيقة الحديث عن شريك العمر أقدر أقول عليه أخويا الذي لم تنجبه أمي، وكان أخي الذي لم تنجبه أمي. أتحدث عن الأستاذ محسن شوقي زايد، راهب الثقافة ومثقف الرهبان يعني. هذا الرجل ندر حياته تقريبا للعلم والتعليم، يثقف نفسه ويثقف الآخرين مهما كان حاجز السن بينهم، كانش يفرق مطلقا. هذا الرجل وهو عنده 16 سنة أو 17 سنة كان ماسك أو رئيس اللجنة الثقافية في مركز شباب العمار. الكلام ده في الستينات، إنسان بعيد جدا، تتلمذ على أساتذة كبار بتوعنا اللي عرفونا يعني إيه ثقافة، وفاقهم في ذلك إذ أنه تمكن في سنة 86 بمجهود كثير من الشباب، كنت أنا واحد منهم الحمد لله رب العالمين، في إخراج الجمعية الثقافية إلى النور، وأشهرنا الجمعية في سنة 86، وكان رئيسها أو رئيس مجلس الإدارة لها طيلة حياته وحتى توفاه الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل الودود المحب، يحب كل الناس، من يعرف ومن لا يعرف، يتجاوز عن المسيء أيا كانت إساءته، ترفع عن الصغائر بشكل يعني مش ممكن. اللي غلط فيه يروح يحط ايده في ايده ويسلم عليه، يا عم محسن ده اديله فرصه انه يغلط تاني. هذا الرجل كان السلام في زمن صعب جدا انك تلاقي فيه حد بهذا الشكل، انطره للكل، انطره لكل الناس تتقابل عليها. استاذ محسن فضله علي انا تحديدا، لان انا كنت تقريبا يعني بقول لك انه اخي الذي لم تلده امي، كان مستشاري ونديمي وصديقي واخي ورفيقي في كل شيء، في كل الاعمال، تقريبا كنا شركاء في الحياه، غير ان الظروف بعدتنا شويه لما رحت القاهره، انما غير ذلك كنا لصقاء. وهو بالنسبه لي الاستاذ والمعلم والمرشد والهادي، برايه استنير. فكان محسن شوقي عباره عن كتله ثقافه تمشي على الارض، وكتله محبه بيمشي على الارض، كتله محبه يمشي على الارض، يحبه الكبير والصغير، لم ينادي على احد مطلقا باسمه مجردا، استاذ فلان فين، استاذ فلان فين، استاذ فلان فين، وكان يسعى ان يكون استاذا هو الاخر. رحم الله فقيدنا الغالي الاستاذ محسن شوقي زايد، الذي بفقده فقدنا جزءا كبيرا وركنا ركينا في الحياه الثقافيه في العمار، ولا اقول في العمار، في مركز سوق ومحافظه القلبيه شامله او جمعاء يعني. الله يرحمه ويحسن مثواه ويلهم اهله الصبر والسلوان، ويلحقنا به على خير ان شاء الله، ونتقابل ان شاء الله في الجنه، لما كان يحمل من قلب نقي تقي، لانه كان في الدين واعظا بالعمامه، كما قال اخي الاستاذ علي منصور فضه. شكرا.